السلام عليكم. سميتي مريم، وجيت اليوم نحكي لكم واحد السر اللي كنعرفو اليومين هذا غير انا ولد خالتي وانتوما. كنتمنى منكم تسمعوا القصه ديالي للاخير وتقولوا لي شنو غادي ندير وتعتبروني وحده منكم بحال اختكم ولا وحده من العائله وترشدوني، لاني في الصراحه حيره بزاف وما عرفتش كيفاش نتصرف. المهم، سمعوا قصتي حتى الاخر. انا خوتي كاين غير انا بوحدي عند والديا. الام ديالي مطلقه من الاب ديالي، طلقت منه لان معنى على ما كنت كنسمع الجده ديالي ملي كانت كتكلم مع ماما كانت كتقول لها هذاك الراجل ما يسواش وكان سكيري وكان معدي عليك انت والبنت. انا ديك الساعه كنت باقي صغيره، كنت في عمري ديك الساعه غير شي عامين، وكنت اش نقول لكم ما عاقله شي مزيان على دوك الاحداث. ولكن من ديك الساعه والام ديالي ما بقاتش يعني انفصلت على بابا. وكنت لكم غير بالصدفه واحد النهار سمعت جده كدوي عليه. الام ديالي بطبيعه الحال ما كانتش هي كتبغي تجرحني بهذا الكلام، ولكن في الوسط ديالي يعني العائله والمحيطين بيا كنت مره غير كيف ما تنقولوا غير بطريقه غير مباشره كنسمع هذيك الهضره ديال راجلها كان سكيري، كان كيضربها، كان كيضرب حتى البنت الصغيره، يعني كان كيضربني حتى انا، كان يعني زوج لا يعني غير مسؤول. داكشي علاش الام ديالي مسكينه طلقات منه وقررت انها تكبرني غير بوحدها. مشينا سكننا مع واحد خالتي. هاد خالتي اخوتي حتى هي مطلقه. هاد العائله ما عندها زهر مع الرجال، حتى هي مطلقه والسبب هو الخيانه. يعني خالتي والام ديالي مطلقين بزوج، وباش يهربوا يعني من نظرة المجتمع وباش يهربوا من ديك الهضره ديال السم ديال العائله، قرروا انهم يسكنوا بجوج ويعيشوا بجوج في نفس الدار ويتعاونوا على الزمان. وبالفعل يعني هما اللي قراونا وكبرونا. هاد خالتي عندها ولد وبنت. واحد البنت اللي كانت كبيره في عمرها تقريبا شي 20 سنه، انا ملي كانت عندي 5 سنين البنت كانت في عمرها 20 سنه، يعني كبيره وناضجه. وكان ولد خالتي عنده تقريبا ديك 19 سنه. كانت يعني الام ديالي وخالتي كانوا كيخرجوا بزاف يعني يشتغلوا برا، وكنت انا كنبقى مع ولاد خالتي في الدار، كنبقاو نلعبوا ونجمعوا ونضحكوا. وانا كنت باقي صغيره وما عارفه شي بزاف د الحوايج ما فاهماهمش. كانت مسكينه ماما الله يحسن العوان، كانت كتخرج باش يعني تواجه هذا المجتمع. راكم عارفين يعني في المجتمع ديالنا ديك المراه المطلقه هي نقطه سوداء في المجتمع، كلشي كيحقرها، كلشي كيبغي ياكل لحمها، كلشي كيعتبرها وحده ما مزياناش، كلشي يعني كيبغيو غير الفرصه امتى كيف ما تنقولوا امتى يهينوه كرامتها وامتى يدلوها وامتى. يعني الام ديالي عانت بزاف، وكنت شحال من مره مسكينه كنسمعها غير كتبكي. انا صغيره في الوقت ديال 6 سنين 7 سنين كنت كنحس بالمعاناه ديالها. داكشي علاش ملي كنت صغيره كنت دائما كنقول ان شاء الله غادي نكبر وغادي نقرا وغادي نحقق ذاتي. ولكن بين قوسين شكون خلاك تشد الطريق، وشكون اللي خلاك تكون مزيان اش نقول لكم. يعني وقعوا مشاكل كتيره بزاف، وهاني جايكم في المعاوده. كنت مسكينه الام ديالي ملي كتحط راسها في المخده كنبقى نسمعها غير كتبكي. غتسولوني على بابا ما عمرو سول فيا، ما عمرو عطى الام ديالي حتى 100 درهم باش تصرف عليا. مشى عاش حياته مع واحده اخرى، تزوج لي واحد القاوريه، ومره كيجي للمغرب ومشى لبرا وولد وليدات اخرين وعاش الحياه واش نقول لكم ناسيني بالمره. ما عمرو زد التليفون عيط ليا، ما عمرو سمع صوتي، دار يعني يعتبرني بحال شي بنت جايه من الزنقه. يعني ما كنسوى عنده حتى شي حاجه بهذا المصطلح. وباقي اليومين هذا حقد على الاب ديالي، انه ما عمر صور فيا وما عمرني شفتو. يعني ما حتى صورته كيفاش دايره ما عمرني يعني ما عمرني شفتو عن قرب، من غير شي صور كانت عند الوالده ديالي كانت مره كتوريهم ليا. وبين قوسين باش تعرفوا الام ديالي مسكينه قلبها طيب، ما عمرها قالت لي على الوالد باللي هو زعما شخص ما مزيانش، وباللي هو ولد الحرام، وبلي هو كان تيضربها. كانت ديما مسكينه كتبغي تبينوا ليا في واحد الصوره زوينه، كتقول لي بنتي هذه هي الحياه، والمراه والراجل ملي كيتفاهموش كيتفارقوا، والحياه راه صعيبه، وملي غتكبري غتفهمي. كانت مسكينه كتبغي دائما تدوي معايا بايجابيه في هذا الموضوع باش ما نكبرش وانا حاقده. ولكن ما نكذبش عليكم، واخا داكشي كاملو حاقده على الاب ديالي ما عليناش. وخالتي حتى هي مسكينه نفس المعاناه، حتى هي كي قلت لكم مطلقه وخارجه كتخدم برا. المهم كانوا فين ما كيخرجوا كيخليونا في الدار. شكون اللي كان راد لينا البال؟ بنت خالتي الكبيره. هذيك بنت خالتي الكبيره خوتي كانت بلا عقل، كانت كتبقى هازه داك التليفون. كانت في عمري ديك الساعه 5 سنين من بدات المعاناه ديالي مع ولد خالتي. كانت كتهز داك التليفون وكتدخل للبيت، هذيك هي الوجيبه عندها.
غير كيخرجوا والد يعني الام ديالي وخالتي كيخرجوا، كتقول لهم صافي غير كونوا هانيين، مريم يعني في عويناتي وغنرد ليها البال وهذا وهذا وهذا. غير كيخرجوا كتدخل للبيت تسد الباب بالساروت وتبقى جالسه مقابله الجماعه والضحك ومع الدراري. وبعض المرات شحال من مره حصلتها يعني كدير ابل فيديو مع الخليجيين عارفين داكشي ديال الشاط وديك البليه، يعني مصيبه كحله. المهم السيده مشات مع هادشي وانا خلاتني لخوها بهذا المصطلح، خلاتني ليه داير فيا ما بغى. انا كنت ديك الساعه باقي صغيره وما عارفه شاي هادشي، ما كنتش فاهمه شنو كيدير ليا، ما كنتش فاهمه هذوك التصرفات ديالو. المهم كان كيتحرش بيا يعني ملي كبرت ودرت تقريبا ديك 7 سنين. يعني راه معاناه تبارك الله دامت مده عامين وانا كنعاني، عامين وانا معاه في المصايب الكحله وكل شيء ما سايقش لي الخبر ليومنا هذا، حتى شي واحد ما سايق لي الخبر. ما عليناش. كان في الاول داكشي بدا غير بالتحرش. ديك الساعه قلت لكم هو في عمره 19 سنه دائما التحرش، يشري لي الفانيد المسكه، بقى جالس يعني يدير لي شي بيت وبقى يقيسني من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا وانا ما فاهمه حتى شي حاجه. كبرت درت 6 سنين 7 سنين حتى لواحد النهار اخوتي توقع الواقعه. شدني تكرفص عليا، وقعات الواقعه وعارف مسخوط الوالدين هو اشنو دار فيا. بقيت داك النهار اش غنقول لكم بقيت كنبكي وكان يعني ما عرفاش شنو وقع، ولكن حسيت بشي حاجه ماشي هي هذيك كيف ما تنقولوا. وهذاك المسخوطه ديال بنت خالتي اللي غتقولوا لي فينا هي هي في البيت اللي في السطح الفوق جالسه مجمعه دايره ابل فيديو نيبال وخوها داير فيا ما بغى. انا ما قدرتش هاي نقول هادشي للوالده ديالي حدي فاش درت ديك 7 سنين كي قلت لكم، وليت كنحس باللي داكشي اللي كيطرا راه شي حاجه غلط، شي حاجه ماشي هي هذيك. ما بقيتش كنحمل داك ولد خالتي نفرطو، خاصة مرة ديك الواقعة اللي وقعت راكم فهمتوني. راه تعدى عليا بعلاقة كاملة كيف ما في الأول داكشي بدا تحرش، ولكن من بعد السيد صافي خدا راحتو ملي شاف السيبة. الله يحسن العوان الأم الماما وخالتي كيخرجوا يتسخروا كيخرجوا يشقاو برا والداخل وهو كان كيستغل الفرصة فاش كيخرجوا يخدموا برا. ان الام ديالي وخالتي داروا لي يد في اليد وكانوا كيف ما تنقولوا حنانات على بعضياتهم وباش ما يحسوش بديك الاهانه ديال الزوجه المطلقه ديال المراه المطلقه وهذا. كانوا تبارك الله عليهم يعني يد في اليد وكيخرجوا بزوج ويجيو بجوج باش يجيبوا لنا ما ناكلوا ونلبسوا مزيان. ما كانوش محسين بداك النقص، يعني داكشي اللي كيوفروا الاب لولادو ماديا بين قوسين كان موجود عندنا، ولكن معنويا الله يجيب. ما عليناش. هذاك مسخوط ديال ولد خالتي دار فيا ما بغى صافي. ورا ديك الواقعه اللي وقعت انا وليت فين ما شفتو كنبدا نغوت حتى كيتفرق مني. انني عرفتو بغا يشدني ثاني بيدير لي بحال داك النهار عاوتاني بيعاود لي نفس الفيلم ولا كيخاف. انا كنبقى نغوت حتى كتجي اختو، وليت كنغوت على حر من جدي حتى كتجي اختو ولات كتدخلني معاها للبيت. اخيرا ولات تدخلني معاها للبيت وما بقاتش تعطاتو فرصه باش يدير فيا عاوتاني ما بغا. المهم هنا فين بدات المعاناه ديالي. كبرنا وانا كبرت معايا ديك العقده وما في خبر حتى شي واحد. هادشي اللي كنعاود لكم اليومين هذا ما في خبر حتى شي واحد من غيري انا وداك مسخوط ديال ولد خالتي، انا وياه اللي عارفين هاد السر. كبرنا والسيد دار عقلو وانا حتى انا كبرت وتبارك الله كيف ما كنت كنقرا مزيان وخدمت وتوظفت. هو بطبيعه الحال راه كبار مني بشحال من سنه، يعني تقريبا اكثر من 10 سنين هو كبر مني. حتى واحد النهار كنتصدم جا جا لعندي وبدا كيدوي معايا في هذا الموضوع. هو عارف لي انا راني حاقده عليه من داك النهار، يعني ما نسيتش داكشي باقي بين عينيا بحال غير البارح. يعني هو كبار وهذا وما تزوجش وجا لعندي وبغى يطلب السيد قال لك السماحه، وانا ما بقيتش كنحمل نشوف فيه حتى الشوفه. قال لي انا طلب منك السماحه وهذا سر عرفتو بيني وبينك وعارف بلي الوالده والوالده ديالك ما عارفينش وانا كنعتذر منك وبغيت نصلح هذا الغلط. دابا انا خوتي بالنسبه لي وليت غلط. قال لي شوفي راه حتى شي واحد ما غادي يقبل بيك، راه غادي تعيشي حياتك معذبه. قال لي انا قابل نتزوج بك ونصلح الغلط اللي درت. باقي اليوم الى هذا كيفتح في موضوع الزواج وكيطلب مني السباحه كل نهار صباح وعشيه صباح وعشيه. وصفت لي في الميساجات ونبلوكيه، حقدت عليه بالعربيه التعربت وحتى باش نحكي للوالده ديالي اشنو واقع ما قدرتش. مشات واحد النهار فتح لخالتي في الموضوع ديال الزواج وقال لها انا راني بغيت مريم على سنه الله ورسوله بغيت نتزوج بها، ولكن الام ديالي مسكينه ما عارفه والو رفضات. قلت لها الله ولدي حشومه تقول هاد الهضره، راه مريم بحال اختك، راه كبرتي انت وياها، راه يعني زعما قريبه ليك، وراه يعني الخوت ما خصهمش يكونوا مع بعضياتهم في ديك العلاقه. وراه بقات كتشرح لي الام مسكينه ديالي على نيتها. قلت لها ان شاء الله غيجيب لك ربي شي بنت الناس قدك في العمر وباقي مريم صغيره وبيناتكم فارق السن بزاف. ما عرفاش مسكينه ديك الحريره اللي واقعه.
مسكينه الام ديالي في دار غفلون، كانت دائما ملي كنجلس معاها كتبقى مسكينه كتمشط ليا في شعري وكتقول لي ان شاء الله يا بنتي شي نهار نتمنى نشوفك عروسه وناقشه ودايه ان شاء الله يا سيدي الرجال وعايشه حياتك مع شي راجل همه وشان اللي يحترمك ويقدرك، لان الام ديالي بقات عندها عقده من ديك الساعه على قبل داك الحياه البائسه اللي كانت عايشه مع الوالد. ولكن بغات تشوف واحد الصوره زوينه عليا انا وما عارفاش باللي حياتي انا ملي كانت عندي 5 سنين 7 سنين دمرات، ملي كنت صغيره وانا حياتي مدمره. ولكن ما كنلومش هاي الام ديالي، انا الله يحسن العوان. يعني اللي كنلوم في الاول وفي الاخير هو هاد ولد خالتي الله يلقاها لي، الله يعطيه شي مصيبه في هاد النهار. دابا انا خوتي ما عرفاش هي شنو غادي ندير. الام ديالي رافضه الفكره ديال الزواج، واخا بعض المرات كنسمعها كتكلم مع خالتي تقول لها وا قولي لي يا اختي دابا شنو غادي نديروا مع هاد الدراري، راه ولدك باغي بنتي. وكنشوف خالتي حتى هي كتقول لها ومالهم واجاو مع بعضياتهم الله يسر ليهم يتفاهموا. ولكن انا راني ما حاملاش، راني انا عارفه السبب الرئيسي علاش هو بغى يتزوج بيا، لانه دار ديك الزبله وبغى يصلحها، دار ديك الزبله وبغى يصلحها. وانا حتى انا بيني وبينكم الثقه في نفسي فقدتها، الثقه في نفسي فقدتها. وحتى ملي كاين شي واحد يبي يتعرف عليا ولا كيكون ناوي المعقول معايا كنكون خايفه، لانني عارفه راسي انا ماشي بنت بهذا المصطلح، عارفه راسي انا هذاك السيد خرج عليا بالعربيه التعرف. دابا ما عرفتش شنو غادي ندير، واش نصلح غلط بغلط ونتزوج بهذا السيد اللي هو ولد خالتي الله يلقاها لي في هذا النهار، واش نتزوج به غير باش نتستر واخا ما كنبغيه، وبالعكس راه ما كنحملوش، راه ما كنحملوش، كنكرهو بهذا المصطلح كنكرهو. واش نتزوج به غير زعما باش نعتق راسي ونعاود نطلق ولا والله ما عرفت، حايره. واحد المشكل اللي ما اش نقول لكم، كنتمنى انكم تحسوا بيا لانني باقي اليومنا هذا كنعاني بحال خوتي. وقف لي حياتي هذا السيد، وقفها لي، ما عارفه نزيد قدام، ما عارفه نرجع اللور، ما عارفه نصالح والديا، ما عارفاش شنو غادي ندير. والسيد قال لك انا بغيت نصلح الامر وبين قوسين هو راه خدم واحد الخدمه مزيانه، قال لي ونعيش كعيشه مزيانه وندير لك اي حاجه كتمناها البنت، غير قبلي بيا وسمحي لي واغفري لي. قال لي انا نحطك في عينيا، ولكن انا راني ما قدرتش نتجاوز هذاك الشيء اللي عشت. دابا قولي يا خوتي شنو غادي ندير، واش نغفر ليه ونتزوج به ولا نقولها للوالده ديالي ولا اش من طريق؟ قولوا لي اش من طريق غادي نسلك. وكانت هذه هي قصتي.